إسرائيل تفجر مفاجأة. أنباء عن مقتل بشار الأسد واختفاء طائرته. مرحبا بكم أعزائي الكرام. قال موقع والا الإسرائيلي إن طائرة الرئيس السوري بشار الأسد التي أقلعت من العاصمة السورية دمشق ربما تحطمت، وذلك بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على العاصمة. وكشف رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي آخر ما دار بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار إلى أن آخر تواصل مع الأسد كان مساء أمس، وقال له غدا نرى في تعليقه على التطورات. وأكد رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي أنه قرر البقاء في البلاد كمبدأ له، لافتا إلى أنه تواصل مع إدارة العمليات العسكرية. وأضاف الجلالي لقناة العربية أنه لا معلومات لدي عن مكان الرئيس بشار الأسد ومتى غادر، مؤكدا أنه أطلعه على ما يجري في اتصالهما الأخير. وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية يعتقد أن الأسد استقلها أقلعت من مطار دمشق في الوقت الذي سيطرت به فصائل المعارضة على العاصمة. وحسب الموقع حلقت الطائرة في بادئ الأمر باتجاه منطقة الساحل السوري، لكنها استدارت فجأة وحلقت في الاتجاه المعاكس قبل أن تختفي على الخريطة. وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة رويترز إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة. ونقلت شبكة CNN الإخبارية عن مصدر مطلع قوله أن الأسد ليس موجودا حتى في الأماكن التي يتواجد فيها عادة في العاصمة، وأن الحرس الرئاسي لم يعد منتشرا في مكان إقامته المعتاد، ما يزيد الشكوك في أنه غادر المدينة بالفعل. وأكد المصدر أن قوات المعارضة تواصل مساعيها للعثور على الأسد رغم أنها لا تملك معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان وجوده. شكرا لكم أعزائي الكرام على المتابعة.